تحية لأهلنا الأكراد الأحرار الشرفاء شركائنا بالوطن. تحية لجيراني والأصدقائي والأصحابي والأحباب الأكراد كلياتهم عن بكرة أبيهم. أنا ابن المنطقة الشرقية ولا أتوقع أن أعيش في المنطقة الشرقية دون الأكراد. لا مستحيل. يعني نحن مثلا في مناطقنا إذا ما كان في عندنا دكاترة أكراد ومهندسين وأساتذة وأطباء وصيدليين وكل المهن كانوا فيها أكراد، الحياة عندنا لا تستمر. فأنا من محبي الشعب الكردي. الشعب الكردي سير سريمة سير شعبامه والله، على عيني وعلى راسي. فطبعا بهذا التصريح أنا شمتان بقسد والله، الله المستعان. على فكرة قسد لا تمثل الأكراد. قسد في بلكي 60% من عناصرها عرب، يعني كونوا منتبهين على هالأمر هذا. 60% ربما أكثر عرب، لكن من يسيطر عليهم هم فعلا أكراد من قنديل وليسوا سوريين. ولذلك يجب الاندماج في الدولة الجديدة، وأسأل الله أن يوحد كلمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجمع شملنا، وأن يؤمننا من خوف، وأن يطعمنا من جوع. لا يمكن الاستغناء عن المكون الكردي نهائيا، أنما نعيش تحت حكم واحد ودولة واحدة وجهاز أمني واحد، وكل إنسان يأخذ نصيبه بالحياة، يعني يأخذ مكانه. لكل مجتهد مما اجتهد نصيب.